دينية إطلاقا، لا من قريب ولا من بعيد. ده صحيح. والخلافة الإسلامية في لبس عند الناس. أي. الخلافة الإسلامية تنحصر في الخلفاء الراشدين كعمل دعوي بدليل حديث العرباض، فعليكم بسنتي يعني المنهج وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الخلافة الإسلامية انتهت بسيدنا علي بن أبي طالب. دي كلها كانت اسمع بس اديني بقى 5 دقايق، انت بتزعل من اللي بيقطع. تمام. انا بكلمك كلام اكاديمي ازهري عالي. بقى كمل. فهنا الخلافة انتهت بسيدنا علي بحديث حضرة النبي نفسه تنبأ به، قال عليه الصلاة والسلام: الخلافة 37 عاما ثم تكون ملكا عضوضا. اللي حصل في العهد الأموي ده انقلاب عسكري لا علاقة له بالخلافة. اللي حصل في العباسية انقلاب عسكري دموي لا علاقة له بالخلافة. الحكم التركي العثماني لا علاقة له. الحكم التركي ليس خلافة، لأن البخاري إن الرسول عليه السلام قال الحديث: الخلافة في قريش. على فكرة اللي بينادوا بالخلافة لا تجوز إلا للملك عبد الله ابن الحسين، لأنه هو الهاشمي القرشي الوحيد الموثق نسبه في العالم. فإذا كان عايزين يقيموا خليفة، لا واحد من مصر هينفع ولا من دول العرب في القحط ولا النفط هينفع. لن ينفع بنص حديث البخاري إلا جلالة الملك عبد الله بن الحسين. فهنا حضرتك هو احنا اللي قلنا هو احنا اللي قلنا القضية. ما هو عشان الموضوع اتفتح يبقى يجي الدكتور صفوت ويقعد مع الشيخ ويعمل. فهنا حضرتك احنا بنقول الرأي الشرعي.